السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف حسام، واليوم عندنا فيديو جديد. اليوم عندنا فيديو شرح درس النسيج النباتية والنسيج الحيوانية. مفهوم النسيج: النسيج مجموعة من الخلايا لها شكل وتركيب معين، تعمل في تعاون وتكامل لأداء وظيفة معينة أو أكثر. والنسيج لها نوعان: النسيج البسيط مجموعة خلايا متماثلة شكلا ووظيفة وتركيبة، مثل النسيج النباتي. النسيج المركب مجموعة خلايا من أكثر من نوع، مثل نسيج الدم. أنواع النسيج النباتية: لدينا مقطع عرضي في الورقة تحتوي على البشرة العليا والبشرة السفلى، وهما طبقة واحدة من الخلايا تحمي النسيج الداخلية. النسيج المتوسط خلايا داخل الورقة تحتوي على اليخبور، وحزمة وعائية تحتوي على النسيج الخشبي والنسيج اللحائي، وهما نسيج مركب. النسيج الحيوانية: لدينا 7 أنواع من النسيج، وهي النسيج العصبي يستقبل التنبيهات وينقلها إلى المركز العصبي، وينقل الأوامر الحركية من المركز العصبي إلى العضلات. النسيج العضلي يقوم بتحريك الجسم وله القدرة على التقلص والاسترخاء. النسيج الظهاري يعطي الجسم الحماية ويبطئ التجاويف الداخلية. نسيج ضاب سائل الدم له وظائف غذائية ودفاعية. نسيج ضاب هيكلي غضروفي يكسو النهايات العصبية فيمنع الاحتكاك ويسهل الحركة. نسيج ضاب هيكلي عظمي يؤمن تعامل الجسم. النسيج الدهني يقوم بتخزين الطاقة ويشكل وسادة تعزل الأعضاء الداخلية في الجسم. تعبي: نبدأ في أصغر جزء وهو الخلية. مجموعة خلايا تكون نسيج، ومجموعة أنسجة تكون عضو، ومجموعة أعضاء تكون جهاز، ومجموعة أجهزة تكون جسم كائن حي. شكرا لمتابعتكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي لا يفوتكم كل جديد، ومع السلامة.